مبدئيا كده احمى واحد على الموتور هو البنزين ال 80، بعديه ال 92، بعديه ال 95. فطبعا ده على العكس تماما من الناس فاهمه ان احمى واحد على الموتور بنزين 95، لكن الحقيقه ان هو ده احمى واحد. طبعا احمى واحد بمعنى ان هو سريع الاشتعال. فلو قلنا ان اسرع واحد في الاشتعال هو مين، هو ده. على العكس برضه من الناس فاهمه، اكتر واحد بيشتعل بسرعه هو ال 80، بعديه ال 92، وابرد واحد بيقاوم عمليه الاشتعال فتره طويله، وطبعا هشرحها معناها ايه، هو ال 95. لو جينا بقى لموضوع النظافه، فنظريا ان كلهم ليهم نفس معيار النظافه، يعني مفيش حاجه اسمها ان ال 80 مثلا مش نظيف وال 95 نظيف. الكلام ده نظريا. طبقا لقناعتي انا الشخصيه، انا مش مقتنع ان محطه البنزين هتهتم بنظافه بنزين بيتحط العربيه 128 بنفس الطريقه اللي هتهتم بيها لبنزين بيتحط العربيه مرسيدس. نيجي بقى للقانون والفقره لو عربيتي بتاخد بنزين 80 ينفع احط لها 95؟ ينفع. طب لو عربيتي بتاخد 95 ينفع احط لها 80؟ لا، ما ينفعش. طيب انا احط لعربيتي ايه؟ نظريا العربيات القديمه الكربراتير تشمل معاك مين بقى؟ تشمل الهيونداي اكسل، تشمل الكورولا العيون، تشمل العربيه السكودا فليشيا، تشمل اغلب او كل العربيات الكربراتير. حط لها بنزين 80. طيب لو عربيتي حقن الكتروني مش تربو، يعني تنفس طبيعي، حقن الكتروني، تحط لها بنزين 92. زي مين حقن الكتروني؟ زي العربيه اللي معانا دي نيسان صاني، زي العربيه الهيونداي الفيرنا، زي الهيونداي الاكسنت، زي العربيه اللانوس، زي كل العربيات التنفس طبيعي حط لها 92. طيب لو عربيتي تربو انا ارشح طبعا البنزين ال 95. ومحدش يقول لي في مصر، الكلام ده عام لكل العربيات ولكل الدول، مش بتكلم على مشكله البنزين في مصر، عام لكل العربيات وكل الدول. في البدايه قلت ان ده نظريا، امال عمليا ايه؟ وجهه نظرك انت كيحيى ايه الصح؟ من وجهه نظري هتحط البنزين اللي العربيه بتاعتك ما تسقفش بيه. التسقيف او الكركره او بيقولوا عليها السعوديين او الخلايجه الصرجعه او النوكينج او الصفع، كل دي مسميات لعمليه التسقيف او النوكينج اللي انا هشرحها برضو دلوقتي كمان شويه بالتفصيل. عربيتي كربراتير بحط لها 80 بتسقف، يبقى تحط لها 92. خلاص. طيب عربيتي حقن الكتروني ولكن بحط لها 92 بتسقف، يبقى تعلى برقم الاوكتان وتحط لها كام؟ وتحط لها بنزين 95. يعني من الاخر كده هتحط البنزين اللي عربيتك ما تسقفش بيه. لو انا حطيت لعربيتي بنزين 95 بدل 92 او 80، هل ده هيوفر في الفلوس والعربيه كده هتوفر في البنزين؟ الكلام ده ساعات بيكون صح وساعات بيكون غلط. امتى هيكون صح وامتى هيكون غلط؟ لو انا بحط العربيه على سبيل المثال 92 وبتفضل تسقف وتكركر ويحصل لها نوكينج، فده اهدار في حاجتين. الحاجه الاولانيه في عمر الموتور او العمر الافتراضي للموتور، لان الموتور احتمال يحترق ويتاكل بشكل سريع جدا، لان زي ما قلنا التسقيف مضر جدا. الحاجه الثانيه اهدار في البنزين، لان البنزين اللي حصل له انفجار قبل ميعاده ده بنزين تم اهداره، وطبعا ضر المنظومه ما فتحاش. وبناء عليه فلو انا بحط 92 العربيه سقفت، 95 طبعا هيوفر معايا، لانه هيمنع التسقيف وهيخلي الدنيا زي الفل. طبعا ده بشرط انه يمنع التسقيف اصلا، لان في بعض العربيات ما بيكونش مشكلتها في البنزين، بتكون مشكلتها في العربيه نفسها. يعني عندك عربيه زي فيات تيبو اوتوماتيك بتسقف بنزين 95، عربيه عندك زي بيجو 301 ام جي 5 العربيه دي بتسقف اصلا بنزين 95. في عندك عربيات زي نيسان صاني او تويوتا كرولا او العربيات الياباني بشكل عام نادرا ما بتسقف ب 92 وما بتسقفش اطلاقا بال 95. فطبعا الموضوع بيختلف من عربيه لعربيه. فالموضوع طبعا بشرط ان تكون المشكله في البنزين، ما تكونش المشكله نفسها في التوقيتات بتاعه العربيه او مشكله نفسها في طبيعه الموتور. طيب امتى بقى هيكون ال 95 مش موفر؟ لو انا جبت عربيه ما بتسقفش اصلا بال 92، يعني انا بحط لها 92 العربيه ما بتسقفش خلاص والموتور منتظم واموره زي الفل. هنا لو حطيت 95 انت بتضيع فلوسك على الفاضي. ليه؟ لان العربيه اصلا منتظمه وامورها ماشيه زي الفل ببنزين 95. طبعا نفس الكلام ينطبق على ال 80. عندك عربيه كربراتير بتحط لها بنزين 80 ما بتسقفش، ايه اللي يخليك تحط 92 كده؟ انت بتضيع فلوسك. طب عندك عربيه كربراتير بتحط لها بنزين 80 بتسقف، لو حطيت لها 92 هتوفر في عمر الموتور وهتوفر كمان في فلوسك. يا رب الحته دي تكون واضحه. هل 95 بيزود العزم بتاع العربيه؟ نفس الكلام بالظبط. لو العربيه بال 92 بتسقف فكده عزم العربيه اصلا بيضعف، التسقيف بيسبب ضعف عزم العربيه، فهنا ال 92 هيزود معاك العزم. طب لو العربيه انا بحط لها 92 ما بتسقفش، يبقى هنا حتى لو حطيت 95 العزم مش هيتاثر لان هي شغاله زي الفل ب 92. طيب نفس الكلام في البنزين ال 80. لو العربيه بحط لها بنزين 80 بتسقف يبقى ال 92 هيزود العزم. طب لو العربيه بحط لها بنزين 80 متعايشه معاه والكربراتير مبسوط والدنيا زي الفل، 92 هيبقى ضايع لفلوسك، لان عزم العربيه عمره ما هيتاثر ولا الكيلومتر هيزيد ولا التوفير هيحصل.
علشان اشرح موضوع السرجعه او النوكينج او التسقيف او حسب المسميات يعني في اي بلد. الموضوع ده دايما بيتعبني، لان انا بحاول اوصله بطريقه سهله بحيث كل الناس تفهمه، بس مش عارف بنجح فيه ولا لا. المهم ان انا هحاول دلوقتي اوصله باسهل طريقه ممكنه بدون حاجات صعبه. ببساطه شديده البستم بتاع العربيه شبه سرنجه الحقنه دي، خلاص. بيكون ده المكبس، ومن جوه ده جدران الاسطوانه. بص كده، اللي جوه ده جدار الاسطوانه، فهو دوره مكبس، بيكبس بالظبط زي مكبس الحقنه. بص كده زي ما سمعت كده، هو مكبس ما زي ده بالظبط، خلاص. ببساطه شديده بيدخل له الهواء والبنزين مع بعض، فبيبتدي يضغطهم، يفضل يضغط فيهم لحد ما يوصل عند النقطه، عند العلامه الحمراء دي. مش عارف باينه كويس ولا لا. اول ما يوصل هنا يبتدي البوجيه يدي شراره، فالشراره ينتج عنها الاحتراق وغازات كتير. الغازات دي تبتدي تضغط على البستم لتحت، خلاص. مع نزلته لتحت دي يحرك عمود الكرنك، تبتدي العربيه تدور والموتور يشتغل، وتبقى العربيه ايه، تدي طاقه بقى وتتحرك لقدام او ترجع لورا زي ما انت عاوز، تاخد طاقه انت كده من المحرك. طيب ايه دور البنزين؟ دور البنزين ان هو ما يحترقش اطلاقا، او يعني الرقم العالي للاوكتان انه يمنع البنزين انه ما يتحرقش الا عن طريق شراره البوجيه. طب ويا عم ايه اللي ممكن يخلي البنزين يحترق الا عن طريق شراره البوجيه؟ حاجات كتير. الحاجه الاولانيه هو الحراره. طب الحراره دي هتيجي منين؟ اي ضغط للغاز بينتج عنه حراره. احنا قلنا ان هو بيضغط الغاز، بيفضل يضغط فيه ويقف لحد هنا. اصبح الهواء ده مضغوط، والهواء المضغوط او الهواء لما بينضغط بينتج عنه حراره عاليه. فرقم الاوكتان لو مش عالي زي بنزين 80 ممكن البنزين يحترق بدري. تبص تلاقي البنزين واحنا لسه هنا ما وصلناش للحته الحمراء يجي عامل الدنيئه ويخون ويبيع ويجي ايه، ويجي محروق. فبيهدر طاقه الموتور، بيهدر البنزين، بيضيع عزم العربيه، بيودي الدنيا في داهيه. والاسوأ من كده كمان انه ما بيكونش احتراق بقى، بيكون انفجار. فالانفجار ده بينتج عنه ان البستم بيتخبط في جدار الاسطوانه، بينتج عنه ان البستم بياخد صفعه شديده في وش البستم، يعني وش البستم او بيتصفع صفعه شديده، احيانا بيؤدي لكسره زي ما بنشوف احيانا في عربيات التربو، او بيخلي المكبس يخبط في جدار الاسطوانه بالمنظر دوت، فيؤدي لتآكل داخل جدار الاسطوانه نفسها. طيب مين بقى اللي هيتحمل الحراره ويتحمل لو في شوائب مثلا على وش البستم فما يتحرقش الا عن طريق البوجيه؟ مين البارد اللي هيفضل صابر لحد ما البستم يوصل للحته الحمراء؟ هو البنزين ال 92 او الايه، او ال 95. فرقم الاوكتان بيفضي او بيؤدي الى بنزين مقاوم للحراره، مقاوم للاشتعال، الا عن طريق شراره مين؟ شراره البوجيه. وبناء عليه انا عربيتي بحط لها 80، والله البستم بيوصل لمشواره بالسلامه وما بيشتعلش البنزين الا عن طريق شراره البوجيه، كمل على 80 زي ما انت. طيب لقيت حطيت العربيه 80 لقيته بيوصل لحد هنا ويحصل الصفعه وتسمع صوت انت بودنك، صوت السرجعه او الصفعه او النوكينج، يبقى كده ال 80 مش هينفع. لازم نحط بنزين يتحمل الحراره ويتحمل انه البستم يكمل مشواره لحد ما يوصل لنسبه الانضغاط المناسبه، فبالتالي يمنع لنا عمليه الصفعه او عمليه السرجعه. وبناء عليه وملخص الكلام الكتير دوت بتحط البنزين اللي ما يخليش عربيتك تصفع او تسرجع. وعلشان تعرف البنزين المناسب لعربيتك بترجع للكتالوج او تبص على غطا التانك. الكتالوج هتلاقي مكتوب فيه البنزين المناسب لعربيتك، احيانا بيبقى مكتوب على غطا التانك، ولكن نظرا لاختلافات جوده البنزين من بلد للتانيه. يعني مثلا هو لما بيعمل عربيه تويوتا كرولا، بيعمل عربيه نيسان صاني، بيعمل عربيه وتيفر، هو مش عاملها لمصر، لا هو عامل لكل دول العالم. هتلاقيها موجوده في امريكا، هتلاقيها موجوده في السعوديه، هتلاقيها موجوده في كل دول العالم، موجوده في مصر. فبالتالي احيانا كلام الكتالوج بيكون عام. انا اعرف ازاي الحاجه المناسبه لعربيتي؟ هتعرفها من خلال ودنك، هتعرفها من خلال العربيه بتسقف ولا ما بتسقفش. العربيه ما بتسقفش ب 92 والكتالوج بيقول 92، كمل على 92. حط 92 والعربيه بتسقف حط 95، زي ما انا شرحت في اول ايه، في اول الفيديو. فبالتالي هو الموضوع بالبساطه اللي احنا قلنا عليها دي، لا اكتر من كده ولا اقل. اتمنى من الله ان انا ما اكونش نسيت حاجه. الموضوع ده طبعا فيه تفاصيل كتير، وارد اكون نسيت حاجه. اتمنى من الله ان ربنا يوفقني واكون وصلت لكم المعلومه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي باذن الله. ما ننساش دعاء لاخواتنا، ما ننساهمش اطلاقا، خليهم دايما في بالك علشان هنتسال عنهم، فيكون ليك اجابه لما تتسال.